في فيديو النهاردة هنتكلم عن سؤال محير ناس كتير في الجيم. ليه بتتمرن وبتتعب وملتزم وبرضه عضلاتك مش بتكبر زي ما المفروض؟ الحقيقة إن عدم نمو العضلات مش سببه عامل واحد بسيط، لكن أخطاء أساسية لو موجودة الجسم حرفياً يرفض يدخل في مرحلة البناء مهما اتمرنت. وعلشان كده النهاردة هنتكلم عن 5 أسباب رئيسية فقط، لكن دول أخطر وأهم أسباب فعلاً بتمنع نمو العضلات. شفائيات. أول سبب هو عدم وجود فائض حراري حقيقي. العضلة نسيج حي وبناؤه محتاج طاقة زيادة. لو بتاكل على قد احتياجك أو أقل، جسمك مش هيقدر يبني عضلات جديدة لأنه مش لاقي طاقة فايضة يخصصها للبناء. ناس كتير تتمرن جامد لكن بتخاف تاكل أو تاكل أكل ضعيف القيمة الغذائية، وده يخلي الوزن ثابت والعضلة واقفة. علمياً، الجسم لما يكون في عجز أو ثبات حراري بيستخدم الأكل بس علشان يعيش، مش علشان يكبر عضلات. الفائض لازم يكون محسوب علشان تزيد عضل مش دهون. تاني سبب خطير هو نقص البروتين أو توزيعه بشكل غلط. البروتين هو المادة الخام لبناء العضلات، ولو جسمك مش واخد كمية كفاية مفيش بناء مهما كان تمرينك قوي. كمان توقيت وتوزيع البروتين مهم جدا، لأن الجسم ليه قدرة محدودة على استخدام البروتين في الوجبة الواحدة. الاعتماد على وجبة واحدة بروتين عالي والباقي ضعيف بيقلل تخليق البروتين العضلي. علمياً، العضلات بتستجيب أفضل لما البروتين يتوزع على مدار اليوم ومن مصادر كاملة. تالت سبب هو غياب التحميل التدريجي في التمرين. لو بتتمرن بنفس الوزن ونفس التكرارات كل أسبوع، جسمك بيتأقلم ويقف نموه. العضلة بتكبر لما تتحط تحت ضغط أعلى من اللي متعودة عليه. التحميل التدريجي مش بس زيادة وزن، ده ممكن يكون زيادة تكرارات، تحسين التحكم في الحركة، أو تقليل الراحة. من غير إشارة جديدة، الجسم مش هيشوف سبب يخليه يبني عضل إضافي. رابع سبب هو قلة النوم وسوء التعافي. النمو العضلي الحقيقي مش بيحصل في الجيم، بيحصل وانت نايم. أثناء النوم العميق، الجسم بيفرز هرمون النمو وبيصلح الألياف العضلية. قلة النوم بترفع الكورتيزول، وده هرمون بيهدم العضلات ويقلل الاستجابة للتمرين. لاعب مش بينام كويس حتى لو أكله مظبوط، نموه هيبقى محدود جدا. خامس سبب أساسي هو الضغط النفسي والتوتر المستمر. الضغط النفسي المزمن بيخلي الجسم في حالة دفاع، وده بيرفع الكورتيزول ويقلل الهرمونات البنائية زي التستوستيرون. الضغط النفسي كمان بيبوظ النوم ويقلل الشهية ويضعف التعافي. علمياً، جسمك مش هيبني عضل وهو حاسس إنك في خطر أو ضغط دائم، حتى لو التمرين والتغذية مظبوطين. الخلاصة إن العضلات مش بتكبر بالحظ ولا بالحماس، بتكبر لما تدي جسمك الظروف الصح. لو عدلت ال5 أسباب دول، جسمك هيبدأ يستجيب تدريجياً ويكبر مع الوقت. ولو عايز نتائج حقيقية وطبيعية، ركز على الأساسيات قبل أي حاجة تانية. ولو حابب محتوى أكتر عن التمرين والتغذية وبناء العضلات بطريقة علمية، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.